السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ الفيديو النهارده يا جماعه هنعمل مع بعض البط المعمر. زي ما احنا عارفين البط ليه كام الف طريقه بيتعمل بيها، بس بصراحه انا لقيت دي احسنهم وافضلهم. لو انت عندك ولادك مش بياكلوه او حد مش بيحبه اعمليه بالطريقه دي وان شاء الله يطلبوا منك على طول. يلا مع بعض نعمله. اول حاجه بغلي شويه ميه وبدي البطه اللي معايا غلوة واحدة يا جماعة، بحيث ان انا غسلها كويس والحمد لله ومعتمداها وكل حاجة، بس انا بديلها غلوة زيادة تأكيد عشان اما اعمل منها شوية شوربة. هتلاقي بقى الحاجة اللي نازلة منها اوريها لك دلوقتي، المية اللي نازلة منها. شايفين ما شاء الله؟ طبعا دي لا فيها ريم ولا فيها اي حاجة، هي نزلت كله في الغلوة المية دي. هشيلها بقى من المية دي وابدأ اسويها في حلة تانية خالص. اديتها شطفة بمية باردة وفي حلة تانية وهنزل بيها. انا عشان ما شاء الله حجم البطه اللي معايا كبيره فانا مقطعاها يا جماعه. تمام كده. هديها تشويحه بقى زي ما احنا شايفين كده. انا بعمل لها تشويحه بايه بقى؟ بعمل فصين توم ووحدية طماطم وبفرمهم مع بعض في الخلاط وبنزل بيهم، وحدية بصل كمان، وبهاراتك بقى زي ما اللي هي العاديه خالص اللي هي الفلفل الاسود والملح، مش اكتر من كده. تمام كده. وهسيبها تعيش مع نفسها لما تستوي. طبعا انا لسه هكمل سواها في الرز، فعشان كده مش عايزه اديها سوا كامل. شايفين اتشوحت كويس. هنزل بقى بالميه اللي معايا. ما شاء الله تاخدي احلى شوربه بالطريقه دي، جربيها بس. خلاص ما شاء الله البطه داخله على سوا، هي يعني نص سوا بالظبط. هطلعها بقى من شوربتها عشان احمرها. طبعا انا عشان هحطها في الرز يا جماعه، فلازم خلاص هحطها في الرز هطلعها على الاكل، فلازم اديها تحميره كويسه. زي ما انتوا شايفين كده هبدا احمر فيها، لان التحميره دي خلاص هي هتطلع من الرز على الاكل على طول. ما شاء الله شايفين؟ ادي اللون. طبعا لو انت عايزه حابه تحمري بزيت او بسمن او اي حاجه دي براحتك، سمنه بلدي سمنه نباتي براحتك خالص، ده اختياري براحتك. انا كان معايا كمان يا جماعه في الفيديو ده حمام. الحمام في ناس بتحبه بالفريك ومحشي ومش عارف ايه، احنا بنحبه في الرز بنعمله معمر زي البط بالظبط، واعمله كله في صينيه واحده. الحمام عشان صغير ومش بياخد سوا كتير فانا غسلته وشطفته وحمرته، لان انا هنزله في الرز وهو هيكمل هيستوي كله في الرز وان شاء الله يطلع مستوي وطيب جدا كمان. زي ما احنا شايفين كده الحمام اتحمر، وانا وريتكم البطه انا محمراها ازاي. لو انت اول مره تشوفيني ما تنسنيش باللايك والشير والاشتراك يا جماعه، وحطوا اللايك. انا بقى هبدا اجهز الرز اللي هسوي فيه. دي الصينيه اللي هبدا اسوي فيها البط والحمام. زي ما انتوا شايفين انا محمره ده ومحمره ده كويس قوي. غسلت الرز. هعمل بقى فرشه في الصينيه اللي هسوي فيها. الصينيه اللي معايا دي مستطيله يا جماعه عشان تاخد البط والحمام مع بعض. عملت فرشه وهرص الحمام وجنبه البط زي ما احنا شايفين. لو ولادك مش بيحبوا البط بعد الطريقه دي ان شاء الله هيطلبوه منك على طول، جربيها بس. خلاص انا رصيته كله، هبدا بقى انزل بكميه الرز التانية اللي معايا. وطبعا بسيب في الصينيه شويه فراغ يعني عشان احط ازود لبن وازود ميه، ولو انت عندك شوربه زودي، حابه تزودي شوربه دي عادي براحتك خالص. باخد نص كميه اللبن اللي معايا، بقلب عليها الملح، وبقلب عليها يا جماعه الفلفل الاسود اللي معايا عشان الفلفل الاسود ينزل الرز كله. تمام كده هديه تقليبه حلوه. انا عايزه كل حبايه رز يعني تكون معاها فلفل اسود. ما شاء الله الاكله دي بتكون حلوه قوي والبط بيكون مستوي والحمام ما شاء الله. جربيها بس. بنزل بالنص كميه اللبن اللي معايا.
دي اللي انا مقلبه عليها الفلفل الاسود والملح يا جماعه. باقي الكميه هزود بيها الرز. انا عايزه املى كل الصينيه بقى اكملها. لو انت ما عندكيش لبن كفايه زودي شوربه، او لو انت حابه تزودي ميه عادي، ده براحتك. ما شاء الله شايفين. ادخلها بقى الفرن، اشغل الفرن واشغل الشوايه يا جماعه. انا كملت الصينيه كده خلاص. انا كملت بقى الصينيه يا جماعه ميه. ما حبيتش احط شوربه عشان ما تكونش فيها دسامه كتير. خدت بالظبط تلت ساعه. وهبدا اهدي عليها الشوايه من فوق واهدي عليها الفرن عشان تتلدن كويس وتكمل سواها. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. انا طبعا عايزه حابه ازود سمن بلدي براحتك، حابه تزودي زيت براحتك، لو انت مش حابه تحطي اي حاجه خالص دي براحتك. انا عندي هنا حبه قشطه بلدي، فانا هفكهم شويه وهزود بهم الصينيه. ما شاء الله الاكله دي في حته تانية خالص يا جماعه. شايفين ما شاء الله. هياخد 10 دقايق بالظبط واطلع منه البط مستوي جدا، والحمام كمان مستوي ودايب، والرز ما شاء الله عليه يتاكل من غير اي حاجه خالص. شايفين ما شاء الله بصراحة حاجة تانية خالص خالص خالص. لو انت ولادك مش بيحبوه اعملي البط بالطريقة دي. ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسنيش باللايك والشير والاشتراك يا جماعة، وحطوا اللايك وصلوا على النبي في الكومنتات. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.